يا دكتور عاوز اعمل عملية شفط للبطن والجناب والظهر والدراعات والفخدين، وعاوز اعمل حقن دهون مؤخرة. يا دكتور انت كده بالظبط عاوزة تمشي في السيناريو اللي بيخلي المضاعفات تحصل. مضاعفات ايه يا دكتور؟ معلش، المضاعفات وارد انها تحصل، وبالذات لما نعمل حاجات كتير في عملية واحدة. خدي عندك اول حاجة النزيف، وده بيحصل مع اي عملية شفط، بس بيكون طبيعي لما نشتغل في منطقة او منطقتين، وبيكون زيادة عن اللزوم لما بنشتغل في اكتر من منطقة زي 4 أو 5. ده غير ان النزيف ده لو ما تعوضش صح هنا هتبدأ تحصل لك مشاكل كتير وانت اللي هتزعلي. طب ايه تاني ممكن يحصل للمريض كمضاعفة يا دكتور؟ الجلطة، والجلطة دي ممكن تيجي في الأوردة بتاعت القدمين أو الرئة، ودي بيبقى سببها بصفة عامة إن السوائل جوه الجسم بتقل، فبيبدأ لزوجة الدم تزيد، فيبدأ يتكون جلطات، وفي الغالب الجلطات دي بتبتدي في الرجلين وتبدأ تمشي مع مجرى الدم لغاية ما توصل للقلب، وبعد كده تخش الرئة، وساعتها انتي برضه هتزعلي. طب يا دكتور احنا ممكن نحل الموضوع ده ازاي؟ بسيطة، على رأي ابن الصغير، حبة حبة. هنقسم العمليات دي كلها على عمليتين، وهنقسم المناطق اللي احنا هنشتغل فيها على عمليتين دول، كده انت هتبقي مبسوطة وانا هبقى مرتاح.